هو إيه علاقة الفراعنة بالكهرباء؟ في قرية دندرة في محافظة قنا موجود معبد الآلهة حتحور اللي كانت رمز للجمال والأمومة والحب والخصوبة، وزي معظم المعابد الفرعونية فالمعبد بيتكون من قاعات كبيرة تحتها مجموعة من السراديب الصغيرة. لكن في واحد من السراديب دي موجود نقش غريب حير كل العلماء، لأنه عبارة عن رسم لشخص ماسك في إيده لمبة عملاقة جواها تعبان لابس تاج، وكأن اللمبة متوصلة بكابل على شكل وردة اللوتس متوصل ببطارية قاعد عليها شخص بيرمز لآلهة الهواء، وتحتها علامة أغرب زي ما يكون رسم لقرد ماسك سكينتين عكس بعض. وبالنسبة للكتابة الهيروغليفية الموجودة مع النقش فبتتكلم عن طقوس الاحتفالات برأس السنة المصرية القديمة. وطبعا العلماء انقسموا فريقين، فريق معارض وفريق مؤيد، اللي قالوا ان النقش عبارة عن صورة لكاهن مصري بيقدم عرض بالنور بتاع اللمبة، وان القرد اللي شايل السكينتين بيعتبر علامة بتحذر عن وجود الكهرباء زي علامة الخطأ اللي بنستخدمها دلوقتي. ده غير انهم شايفين ان النقش ده جاوب لهم عن سؤال مهم جدا، اللي هو ايه هي الطريقة اللي نقش بيها الفراعنة جدران المعابد والقاعات الموجودة جوه الأهرامات أو تحت المعابد الحجرية اللي لا بيدخل لها لا هواء ولا نور الشمس، وخصوصا انهم ما لقوش اي اثر لدخان المشاعل على الحيطان. اما العلماء المعارضين فبيقولوا انها مش لمبة كهربائية وانها رموز دينية عادية خالص. واجابتهم عن سؤال ان ازاي الفراعنة كانوا بيرسموا في الضلمة فبيرجحوا ان المصري القديم كان بينقش صخور الجدران الداخلية تحت نور الشمس في مرحلة الاساس، يعني زي ما بنقول كده قبل ما يرموا سقف الدور اللي فوقيه. وفي اللي بيقول ان الفراعنة كانوا بيستخدموا مجموعة من المرايات عشان يعكسوا ضوء الشمس للمكان اللي هيشتغلوا فيه، وجزء تاني بيعتقد انهم كانوا بيستخدموا زيت الزيتون لانه نظيف وما بيسيبش اي اثر، لكن برضه هينور ازاي في الاماكن المقفولة زي الممرات الضيقة اللي ما فيهاش هواء كفاية تساعده على الاشتعال. بس عامة سواء كان نقش دندرة لمبة كهربائية او مجرد رموز دينية، فاللي محدش يقدر ينكره ان النقوش دي اتعملت بطريقة عبقرية ومستحيلة في ظروف صعبة جدا. ايه رأيكم؟ تفتكروا هو مجرد رمز ديني ولا فعلا لمبة، وان الفراعنة لسه بيأكدوا لنا لحد النهاردة انهم كانوا سابقين زمانهم بكتير؟ هستنى رأيكم في الكومنتات.